هو فعلا في تسونامي جاي اسكندريه ولا ايه اللي حصل زمان؟ الناس كلها عماله بتسال هو البحر ماله؟ الموج عالي والريح بتصفر والناس بدات تتكلم عن تسونامي بيقرب من اسكندريه. طيب هو ده حقيقي فعلا؟ ركز معايا. شوف يا سيدي، فعلا البحر المتوسط الايام اللي فاتت دي شهد عاصفه قويه جدا، والموج في بعض المناطق وصل ل 5 و6 متر كمان. بس خلي بالك ده مش تسونامي، ده مجرد ظاهره جويه بسبب ضغط منخفض ورياح، مش زلزال. بس خليني اقول لك الكلام ده حصل قبل كده زمان، حصل سنه 365 ميلاديه في زلزال عنيف حصل جنب جزيره كريت، والموج رجع بقوه ضخمه غرق جزء كبير من مدينه اسكندريه القديمه. واللي من اسكندريه اكيد بيشوف اسكندريه القديمه ويشوف الفرق ما بين الارض اللي عليها اسكندريه القديمه والارض اللي احنا عايشين عليها دلوقتي. بس دي كانت كارثه بتحصل كل 1000 سنه تقريبا، مش متوقع ان هي تتكرر قريب. والبحر المتوسط نفسه مش بحر مفتوح زي المحيط، يعني الموج الكبير بيتكسر بسرعه ومش بيوصل بنفس العمق. وعشان كده مصر وخاصه اسكندريه مش من اكتر الدول المعرضه لتسونامي فعلي. كمان خليني اقول لك ان في سنه 2024 اسكندريه دخلت رسميا برنامج اليونسكو للمدن المستعده للتسونامي، يعني في خطط ونظام انذار مبكر لاي طارئ ممكن يحصل. يعني حتى لو حصل مفيش اي مفاجآت هتحصل. على فكره الخوف طبيعي، بس المبالغه في الخوف هي اللي ممكن تاذيك اكتر من البحر نفسه. اللي حصل ده كان موجه جويه مش كارثه، وكل حاجه تحت السيطره. علشان كده انا عايزك تطمن وتطمن كل اللي حواليك. ولو عايز تعرف الحقيقه من غير تهويل اشترك معانا في القناه، احنا هنا عشان نطمنك مش عشان نفزعك.